السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده بعنوان: هل في بعض انواع المسكنات يا دكتور بتتعارض مع انواع تانية من الادويه؟ اقول لك في بعض انواع المسكنات اللي هي الغير ستيرويديه بيسموها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، بتتعارض، اللي هي من امثلتها الاسبرين والابيبروفين، بتتعارض مع بعض انواع الادويه زي ادويه السيوله، وممكن تزود خطر النزيف عند العيان. عشان كده لازم تاخد ميديكال هيستوري كويس، لازم تاخد دنتال هيستوري من العيان اذا كان عامل حاجه عند دكتور سنان قبل كده او لا، لو عنده اي تاريخ مرض لاي حاجه، عشان ما تبداش على طول في اي حاجات ممكن العيان يموت منك على الكرسي. لازم تخلي بالك من الحكايه دي جدا جدا جدا. ولما تيجي تاخد اي مسكن حاول دايما، اقول لك 100 مره، بتستشير دكتور، ما تروحش تاخد راي الصيدلي او اي حد، عشان ممكن الكلام ده يدخلك في متاهات انت في غنى عنها، خاصه لو عندك اي امراض. وحاول انك انت ما تخبيش في نفس الوقت على على الدكتور، لان الدكتور برضه هيعرف بطريقه مباشره او غير مباشره. فانت قول له من الاول عشان لسلامتك ومصلحتك. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.